على أصدقاء وصديقات في كل مكان. يعني يوم 26 يوليو من كل عام هو يوم مميز ويوم خاص جدا لأهالي الإسكندرية، لأن اليوم ده اللي بتحتفل بيه الإسكندرية بعيدها القومي. العيد القومي للإسكندرية بيذكرنا ويعيد إلى ذاكرتنا يعني رحلة طويلة عبر التاريخ تخص محافظة اسكندرية. محافظة اسكندرية من البلاد أو من البلدان اللي كانت طول عمرها عبر التاريخ بتلعب أدوار مهمة جدا جدا ومؤثرة جدا جدا منذ القدم، منذ عصر الفراعنة ومرورا بالفترات التاريخية المختلفة وحتى التاريخ الحديث. الإسكندرية هي حاضرة بقوة في التاريخ. الآثار في الإسكندرية لها طبيعة خاصة، لها خصوصية من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومن حيث التنوع اللي موجود في اسكندرية. وطبعا لما نحتفل بالعيد القومي للإسكندرية يبقى حملة بنحكي تاريخنا ومركز بنحكي تاريخنا لازم يكون حاضر ومتواجد في مثل هذه المناسبة الهامة. عشان كده دكتور إسلام زغلول وفريق عمل مركز بنحكي تاريخنا بسرعة توجهوا إلى مدينة الإسكندرية ليكونوا متواجدين مشاركين بقوة وبتأثير قوي في فعاليات احتفال أهالي اسكندرية بعيدها القومي، علشان كمان ينفذوا سلسلة من المحاضرات التوعوية في مجال الآثار والتاريخ. مهم جدا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة، عن هذه المحاضرات اللي هيتم تنفيذها في محافظة الإسكندرية وطريقة وشكل وآلية مشاركة مركز بنحكي تاريخنا وفريق عمل بنحكي تاريخنا في فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية. دكتور إسلام زغلول، أهلا بحضرتك معانا وكل عام وحضرتك طيب، ومركز بنحكي تاريخنا وأعضاء فريق بنحكي تاريخنا طيبين وأهالي الإسكندرية كمان طيبين وبخير. اهلا بحضرتك يا دكتور محمد وبكل الساده المستمعين الكرام، وكل سنه ومصر كلها بخير ومدينه الاسكندريه على وجه الخصوص بخير وسلام وسعاده. وبوجه رساله شكر لحضرتك في مشاركه يعني الاسكندريه بعيدها القومي ويعني فريق مركز بنحكي تاريخنا الاثري اللي الحقيقه يعني بيقوم بدور جميل وريادي شبابي جميل جدا، يعني من اجل خدمه الوطن. حضرتك حابب تقدم لنا حد من الفريق معاك يقدم هذه التهنئة أيضا نيابة عن فريق ومركز بنحكي تاريخنا لأهالي الإسكندرية؟ الحقيقة يعني معانا عدد من الأعضاء في المركز بنحكي تاريخنا، باشمهندس علي عبد السلام مدير التنفيذي لمركز بنحكي تاريخنا، والباشمهندس محمد رأفت، وكمان السيستم سكرتارية أستاذة شيماء. يعني هنكتفي بالباشمهندس والدكتور علي عبد السلام هيقول يعني لأول مرة في الإذاعة عن الواجب الجميل اللي احنا نعمله نحو بلدنا. والباشمهندس علي، اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا باذاعه جنوب الصعيد العزيزه على قلوبنا جميعا، برنامج العاشره صباحا. بجدد ترحابي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، وبنصبح كلنا وبنعيد على سياده المحافظ اللواء احمد خالد محافظ الاسكندريه، حيث كان استقبال حافل وجميل من اهالي الاسكندريه للسيد الدكتور اسلام زغلول رئيس فريق بنحكي تاريخنا الوعي الاثري. وكمان وجهوا بعض الاسئله عن اهميه الاسكندريه بالنسبه لتاريخها الاثري، متى اسست؟ فاجاب الدكتور اسلام اسست سنه 332 قبل الميلاد. وايه اهم الاماكن السياحيه التي موجوده على ارض الاسكندريه؟ كان من ضمنها قلعه قايتباي والمناره وعمود السواري ومكتبه الاسكندريه. كان بنشارك اهلنا واخواتنا واخواتنا في الاسكندريه الفرحه العارمه باحتفالهم بالعيد القومي العظيم الذي هو ميعاده من كل عام 24 يوليو. نعم، شكرا جزيلا باشمهندس علي، وتحيات لحضرتك ولفريق عمل مركز بنحكي تاريخنا للوعي الاثري. تحياتي لحضرتك. شكرا ليك. نعود مرة أخرى لضيفنا دكتور إسلام زغلول. دكتور إسلام، إذا ما تحدثنا عن الإسكندرية عبر التاريخ تاريخا وحضارة وآثارا،
فماذا نقول ومن أين نبدأ؟ يعني الحقيقة برضو يعني مدينة الإسكندرية تحس إنها لها سحر وطابع خاص يا دكتور محمد. يمكن مش عندنا إحنا بس، يعني من غير أهل مدينة الإسكندرية من أسوان إلى القاهرة، لكن بالعكس ده كمان يعني دردشنا مع أهل مدينة الإسكندرية كشباب ويعني كبار السن وصغار، بيقولوا اوعوا تفتكروا اللي انتوا عندكم الشوق واللهفة لمدينة الإسكندرية فقط، ده احنا بمسافة ما بنروح بيوتنا وبنشوفها تاني بنحب نرجع بسرعة تاني لشوارع الإسكندرية إحنا كأهل إسكندرية. ده بيدل طبعا إن هذه المدينة لها سحر خاص، طابع خاص من السحر والجمال، ولها كم كبير جدا في قلوب المصريين. وقول الإسكندرية كده في أي بلدان العالم هيقول لك طبعا مدينة السحر والجمال، مدينة الروعة، حتى تسمى بعروس البحر المتوسط. لكن لو تكلمنا عن تأسيس مدينة الإسكندرية، أسسها الإسكندر الأكبر وسميت على اسمه بهذا الاسم. بالمناسبة سمي طبعا الإسكندر الأكبر يعني نتيجة لفتوحاته الكبيرة جدا والعظيمة جدا، وتأسست 33 مدينة في العالم باسم الإسكندرية، لكن أهمها اللي في مصر. يعني نبرهن على ذلك أن الإسكندر الأكبر لما عزم على بناء هذه المدينة طلب ووصيته أنه يندفن مومياؤه في مدينة الإسكندرية بمساعدة يعني رجل الأول له ووزيره بطلميوس الأول. ومدينة الإسكندرية لما تأسست 332 حقيقة كانت حكاية يعني شاقة جدا، عن طريق قرية في البحر المتوسط بجانبه اسمها قرية راكود. أما الجزيرة في البحر المتوسط كانت تبعد عن البحر المتوسط والشاطئ اسمها جزيرة فاروس. جزيرة فاروس وقرية راكودا الإسكندر الأكبر عزم على ردمهم وجعلهم يعني قطعة واحدة وسميت بمدينة الإسكندرية. وبعد مدينة الإسكندرية ما تأسست بسنة، الإسكندر الأكبر للأسف ما لحقش أبدا يعني يكمل تأسيسها وتوفيها عند نهر السند بالهند اللي يكمل فتوحاته هناك، ومات في سن 33. وكمل من بعده بطلميوس الأول، ودولة البطالمة تبدأ هنا بعد ما الإسكندر يعني وضع اللبنات الأولى لمدينة الإسكندرية. وبدأ بطليموس وعائلة البطالمة حتى البطليموس يعني ال 13 و 14 وفيما بعد. وبنشوف هنا بطليموس ازاي بقى حط عناصر معمارية أخرى هندسية يونانية في مصر، يعني الحقيقة روعة جدا، زي طبعا منارة الإسكندرية اتعملت علشان تهتدي بها السفن ليلا إلى ميناء الإسكندرية، وتشير ربما كان يقصد بها يعني بطلميوس إن هو ده ميناء الإسكندرية. ولكن لما بنيت مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية قديما أصبحت المنارة لها معنى سامي آخر، وهي تشير إلى مدينة ثقافية كبيرة جدا، وتشير إلى يعني مركز هام جدا للعلم وتنير العالم كله. تخيل يا دكتور محمد يعني مكتبة الإسكندرية قديما لما أسست كانت تحتوي، احنا اتفقنا ان اللفافات كانت البردي، والبردي ده كان بيتزرع في شمال الدلتا، وعلشان يتزرع في شمال الدلتا لازم يكون له صناع يعني بأوبشن خاص ومواصفات خاصة، ويعني كان اقصد من الكلام مرهق جدا في صناعته، في مين يشتريه علشان يعمل اللفافة. معنى عايز اوصل لان الكتاب البرد علشان يتعمل بياخد وقت شاق جدا. طيب لما انا اقول لحضرتك يا دكتور محمد واسالك سؤال شخصي، اقول لك تخيل يا دكتور محمد او تخيل عزيزي المستمع كده مكتبة الاسكندرية قديما كان فيها كام كتاب زمان بمعايير بقى ان اللفافات البردي يعني نادرة جدا وورق البردي نادر جدا وصعب جدا، ممكن نقول 1000 2000 طب 3 طب 10000، يعني لو قلت لحضرتك اضرب رقم ممكن تضرب لي رقم كام؟ لا ما اعرفش بالظبط يعني بعض الناس لما احنا طرحنا الاطروحه ديت بنقول مكتبه الاسكندريه زمان قديما وفي ظل امكانيات يعني البردي نادر جدا، حد قال لي يعني ممكن في النهايه 10000 كتاب، والتاني قال لا ده ممكن بقى تصل الى يعني 50000 كتاب. الحقيقه كان في مكتبه الاسكندريه قديما 500,000 كتاب. 500,000 كتاب؟ ده عدد كبير جدا. رقم
رقم كبير جدا يا دكتور محمد. ازاي نص مليون كتاب في لفائف البردي؟ لكن كان في اداره ذكيه في مكتبه الاسكندريه كانت بتعمل ايه؟ يعني الاداره ديت كانت الطلاب في العالم كله والباحثين لما كانوا بيعملوا الابحاث العلميه قديما كان بيجيبوا الكتب معاها. اداره مكتبه الاسكندريه تاخد منهم الكتب الاصليه، تنسخها بسرعه كوبي، تديهم النسخه الكوبي بتاعتهم، وناخد منهم النسخه الاصليه نعمل منها نسخ اخرين عشان ينتفع بها كل الباحثين في جميع انحاء العالم. فكانت اداره ذكيه وتوجه ذكي من اداره مكتبه الاسكندريه قديما. علشان كده بنقول ان الاسكندريه قديما كانت مناره علميه. يعني كانت لما بنذكر مدينه الاسكندريه الثقافيه بنذكر ارسطو، بنذكر سقراط، بنذكر يعني فلاسفه قدموا للعالم يعني علوم مهمه جدا من خلال هذه المدينه والمركز الثقافي مدينه الاسكندريه. يعني صحيح ان المناره تعرضت لكذا مره لزلازل نظرا لطولها الكبير جدا والمرتفع، لكن حصل فيها بعد ذلك الترميم. حتى يعني مدينة الإسكندرية يعني تعرضت لكثير جدا من الزلازل ومن الكوارث من الفيضانات وإذابة الجليد، يعني وغرقت أكثر من مرة قبل ذلك. لكن تحس إنها بتقاوم الزمن. الإسكندرية بتحس إنها دايما بتبني نفسها بنفسها، يعني علشان تعيد يعني فترة وحقبة تاريخية مهمة جدا من تاريخ مصر الحبيبة وخاصة الإسكندرية. يمكن كانت عاصمة مصر في عصر الإسكندر الأكبر وعصر البطلمي، واستمرت ده يعني فترة من الزمان في عهد الإسكندر الأكبر ودولة البطالمة، وكانت مركز ثقافي وتجاري أيضا كمان، وميناء مهم جدا للتجارة العالمية. دكتور محمد، الإسكندرية أيضا قامت عليها أشهر قصة حب يعني في التاريخ بين كليوباترا وأنطونيو، وإزاي شفنا معركة أكتيوم البحرية أيضا كمان. يعني الإسكندرية بتحس إنها بتخرج عندنا يعني مثقفين، يعني محاربين. كليوباترا قصص حب. يعني الإسكندرية الحقيقة لا برضه يعني لما يعني عايز أقول كلمة في حق يعني مدينة الإسكندرية. يمكن بنشوف كل مدينة بيبقى ليها طابع خاص، أما الإسكندرية يعني بتتميز بعدة مميزات. ممكن تشوف فيها الشمس الحامية الجميلة اللي أنت ممكن يعني تستفاد منها وتشوف. ممكن تشوف في نفس اليوم يعني البرد، وتشوف تغيرات الجو، وتشوف هل هي مدينة أوروبية، هل هي مدينة شرقية، هل هي مدينة عربية. فهي بتجمع الحقيقة يعني عدة صفات مميزة وجميلة جدا. أما يعني فيها تنوع كده يا دكتور، يعني بتجمع ما بين كل الثقافات وكل الأجواء بشكل عام. أنا افتكرت والله يا دكتور يعني هذا الشغف من السكان الغير الأصليين لمدينة الإسكندرية، لكن اكتشفت كمان يعني إن سكان مدينة الإسكندرية بيقولوا لنا لا، ده احنا عندنا نفس الشغف أكتر. يعني بنحب اسكندرية دي جدا، يعني بنخاف عليها، بنحميها زي ما انتوا عندكم يعني بتحبوا قوي يعني أراضيكم ومحافظتكم. احنا كمان عندنا اسكندرية ليها وبنغير عليها كمان. قلت له ازاي بتغير عليه؟ قال يعني لما يعني يكون في سياح معين يعني بيكونوا حابين قوي ان الاسكندريه دي تكون ليهم لوحدهم، يحافظوا عليهم لوحدهم، يقدموا خدمات. وبالمناسبه يعني سكان الاسكندريه الحقيقه يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي جدعان قوي، واصحاب مروءه واصحاب اصل واصحاب كرم ايضا كمان. يعني من ضمن ايضا كمان الحاجات الجميله الاستقبال الجميل للشباب والمسؤولين اللي استقبلوه حاجه حلوه بصراحه. وكان ده يعني شيء يدعى يعني للفخر ان هذه المدينه تحتوي على كل هذه الصفات الجميله. يمكن بقى بعض المتابعات ان من اهم شوارع الاسكندريه في مدينه الاسكندريه، اهم شوارع المدينه شارع سعد زغلول الجميل اللي بيحتوي على المكتبه وبيحتوي بعد كده على بحري وبعض الاحياء. يمكن اليومين دول يعني تاثرنا جدا بهذه المدينه، اي حد بينزل المدينه دي بيتاثر. ويعني بعض العائلات الشهيرة جدا في مدينة الإسكندرية أيضا كمان شاركوا في هذا. تحس إن كان في امبارح عيد. هل ده عيد الأضحى؟ هل ده عيد شمو شم النسيم؟ ده عيد قبطي، عيد إسلامي، عيد وطني؟
الحقيقة يا دكتور محمد الناس في الشوارع كتير جدا. كانت فرحة الحقيقة كويسة جدا، لكن مع الفرحة دي حبينا ان احنا نعمل ميكس جميل ما بين الاحتفال والاحتفاء، وما بين ايضا كمان المزيج الثقافي والوعي الاثري والتاريخي. وكتير جدا سألوا عن كليوباترا، هل هي كانت موجودة هنا فعلا، عاشت هنا ولا عاشت كملت حياتها في اليونان. سألوا عن قلعة قايتباي، بننتقل لحقبة أخرى كمان، يعني ما بعد حقبة تاريخ مصر القديمة، والمعالم أيضا كمان المتحفية الجميلة زي متحف المجوهرات لبعض الملكات اللاحقة للعصر الفرعوني، والمتاحف العديدة اللي بتحتويها مدينة الإسكندرية، والأحياء كمان يعني بتتنقل بها بشكل يسير جدا. وهنا يعني في نظام، يعني أنا شفت حاجة شخصيا، في نظام جدا في حركة المرور يا دكتور محمد. بمعنى ان طبعا في اشاره، لو اشاره حمراء، لو اشاره خضراء محدش يعدي خالص، يستنى. وبشوف الناس، قلت الناس دي كلها مستنيه في ايه؟ فاول ما الاشاره بقت حمراء ناس كتير جدا عدت الطريق. فده نظام متبع هنا، نظام جميل جدا. مدينة صحيح أوروبية، مصر الحديثة أيضا كمان بتتبني من هنا. وأيضا كمان حركة التجديد والبناء لمدينة الإسكندرية الحقيقة اللي الدولة بتقوم بها شيء مشرف جدا. الإنشاءات الجديدة والإنشاءات الطرق والقطر الكهربائي كمان في مدينة الإسكندرية، مش القاهرة بس ولا المحافظات الأخرى اللي بتتطور. أيضا كمان الدولة يعني حط عليها على الإسكندرية في حركة التطوير الشامل، القطر الكهربائي، الطرق والكباري الجديدة، النظم، استعمال يعني الوسائل الحديثة جدا في أيضا كمان التيسير على السكان وعلى الوافدين لمدينة الإسكندرية، وتنظيم حركة أيضا كمان الباصات والميكروباصات والانتقالات في مدينة الإسكندرية. يمكن كمان كان في تجديد جدا علشان العيد القومي لمدينة الإسكندرية، والحقيقة يعني مش هنشوف أحسن ولا أفضل من كده احتفال لمدينة الإسكندرية، المدينة العريقة التي أسست 332 قبل الميلاد، وحتى الآن تضيف مدينة الإسكندرية الكثير والكثير. عندنا مكتبة الإسكندرية الآن الحقيقة يعني عايز أقول بمعنى مجازي هي هرم رابع. فيها أهرام 3 لكن فيه هرم رابع الحقيقة في مدينة الإسكندرية. مكتبة يعني لما عايز أقول شعور داخلي بالنسبة لي أنا، لما دخلت مدينة الإسكندرية دخلها كل مرة بدخلها يعني بحس إن ليا ظهر، بحس إن أنا مطمن جدا، إن يعني بمعنى إن أنت حضرتك لو بتبحث عن كتاب معين ومش لاقيه جدا، وده حصلت معايا كتير، وأول ما تلاقيه بتحس ان انت لقيت الدنيا وما فيها، وبتحس ان انت عايز تحضنه وتبوسه ده كتاب، فما بالك انت داخل. يعني الحقيقة يعني مش يمكن بعض الناس تاخد هذا المعنى بالمعنى اللي هو اوفر او، لكن الحقيقة لما انت بتمتلك عدد كبير جدا من الكتب وعدد كتير جدا كأنك انت امتلكت كنز. ده الكنز الحقيقي اللي ممكن الواحد يتسلح بيه، الواحد يشوف كل كتب الفروع وبحركة يسيرة جدا. يمكن كنت أنا يعني تعبان جدا على كتاب معين، وفي ثانية واحدة بسأله على اسم كتاب، ضرب على الكمبيوتر قال لي تروح في الرواق رقم كذا على الرف رقم كذا هتلاقيه كذا، هات وتعال. يعني شيء جميل جدا، شيء حضاري، شيء مميز جدا في مدينة الإسكندرية. وده من أهم ما لفت نظر الحقيقة النظام ومكتبة الإسكندرية، والكثير من المميزات اللي قدمتها لنا هذه المدينة الرائعة مدينة الإسكندرية، حفظها الله وحفظ جميع محافظات مصر وكل العالم بخير وسلام. طبعا يعني في يوم الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية بنشارك حضرتك ونشارك فريق عمل مركز بنحكي تاريخنا للوعي الأثري، وفقرتنا فقرة بنحكي تاريخنا اللي بنقدمها عبر موجات إذاعة جنوب الصعيد وبرنامج 10 صباحا. بنقول لأهالي الإسكندرية كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. بنقول للدولة والحكومة المصرية موفقين دايما في كل إنجازات الدولة المصرية في كل ربوع الوطن، وتحديدا في محافظة الإسكندرية لأنها هي واجهة الدولة المصرية وهي العاصمة الثانية لمصر.
كل سنة وكل أهلنا في الإسكندرية طيبين وبخير. وبنشكر يعني هذا الجهد لفريق حملة بنحكي تاريخنا ومركز بنحكي تاريخنا، دكتور إسلام زغلول وفريق العمل معاه مهندس علي عبد السلام وأستاذ محمد رافت وأستاذ رشا وكل الفريق وأعضاء مركز بنحكي تاريخنا للوعي الأثري. كل سنة وانتم طيبين، تحياتي لحضراتكم، وإلى ملتقى جديد بإذن الله، موضوع آخر في إطار تعزيز الوعي الأثري ودعم السياسة.